صباحكم او مساءكم بهجه. انا بهجه واهلا بيكم في فيديو جديد. دلوقتي وانا بعمل شاي ان انا اخدكم معايا وانا بعمل الشاي، اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا وموضوع خطير جدا بالنسبه لي. مبدئيا كده ادخل فيه ما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه. انا بالنسبه لي المقوله دي احسن مقوله دلوقتي نبدا ان احنا نطبقها في حياتنا عموما، ولكن مش بقله ادب. طبقها بالذوق وبالاحترام، واحنا محافظين على احترامنا وادبنا للي احنا بنكلمه. دلوقتي فجأة تلاقي ناس بقت تدخل في حياة الناس فعلا بطريقة تضايق كل الناس. هو يعني ما كانش فيه ولا كوميك في فيلم، هو بجد ده حقيقة. الناس بتتدخل في حياة الناس بطريقة تضايقهم وتكئبهم وتزعلهم. مثلا تلاقي واحد جاي يقولك هو انت ما اتجوزتش ليه؟ لا هو انت مفيش حاجة جاية في السكة؟ ولا مثلا هو انت بقى مش ناوي تشتغل ولا هتفضل قاعد كده من بعد ما اتخرجت؟ ولا الشغلانه اللي انت بتشتغلها دي هو مفيش غير الشغلانه دي وانت بقى مش ناوي تغير شغلك ولا ايه؟ الناس بتتدخل في حياه الناس من باب ان هو ده انا والله بنصحك، ولكن في حاجات ما ينفعش ان انت تتكلم فيها وفي حاجات ما ينفعش ان انت تتدخل فيها، لان الحاجات دي بتخص الشخص ده هو بس. اتجوز ولا ما اتجوزش، خلف ولا مش هيخلف، اشتغل ولا قاعد في البيت عاطل، او حتى هيغير شغلانته ولا لا، انت اسفه مالك. دي حاجه تخصه هو لو نجح او اشتغل او اتجوز او خلف، دي حاجة ما تخصكش، ولا انت اللي هتشيل شيلته ولا اللي هتشيل فرحه ولا هتشيل حزنه ولا هتشيل تعبه ولا هتشيل اي حاجة. انت بس مجرد هتقعد تتفرج وخلاص. انا شايفة من وجهة نظري ان الحاجات دي ما ينفعش حد يتكلم فيها غير اب، ام، اخ، اخت. لا صاحب من حقه ولا صاحبة من حقها ولا قريب من بعيد او قريب. الحاجات دي يا جماعة خاصة جدا. الحاجات دي ممكن تضايق شخص وممكن تخلي ناس كتير يبقوا عايشين حياتهم في نكد وزعل بس بسبب الموضوع ده، بسبب تدخلات الناس. انت ما تعرفش الشخص اللي انت بتقوله انت ما اشتغلتش دلوقتي ليه انت تفضل قاعد في البيت كده. ممكن يكون هو عمال يشتغل ويحاول ويجاهد وبيعمل اللي عليه وبيقدم في شغل وبياخد كورسات وي وبيحاول يطور من نفسه. هو لسه نصيبه ما جالوش، هو بيعمل اللي عليه ومستني كرم ربنا. ما تعرفش مثلا انت قلت له انت مش ناوي تتجوز، هو بيدور مثلا قد ايه او هو قد ايه بيسعى ان هو يتجوز ولسه نصيبه ما جاش. انت عمال تتكلمها على الخلفه دي، هل تعلم ان انت مثلا عندها مرض، ما عندهاش مرض، في مشكله، في حاجه هي مأجله بسبب ايه؟ ما تعرفش. انت مش من حقك ان انت تسأل حد ما تعرفش ظروفه. الشخص اللي انت عمال تنظر عليه وفاكر ان انت واو جامد قوي وان انت مجرد بتنصحه وانت عايز مصلحته، انت ما تعرفش قد ايه هو بيحاول في الحاجه دي تحصل ولكن هي لسه ما حصلتش. فكلامك ده هيضايقه جدا، كلامك ده هيخليه يحبط ويخليه يزعل اكتر. اللي هو طب انا بعمل كل اللي عليا وبعمل اللي اقدر عليه بس هي لسه ما بعمل ايه اكتر من كده. ده يا جماعه ممكن يودي ناس، ده ممكن يتعب جدا. مش زي ما انتوا فاكرين. خففوا على بعض، هونوا على بعض، خليكم مصدر واحد براحته، خلوا كل واحد لوحده وخليكم انتوا كمان في حالكم. بجد لو كل واحد في حاله ومبقاش ليه دعوه بحد، الدنيا كلها هتبقى احسن، النفسيات هتبقى احسن. عايز تنصح حد على شغل، على جواز، على حاجة، تقدر تجيبها له بطريقة بسيطة وتقدر تجيبها له بطريقة حلوة، متضايقهوش وما تجرحوش مش بالطريقة اللي انت بتقولها. مش دعوة بحد وخليكم في نفسكم. حد يضايقك بكلمة لو هترد عليه رد عليه بكامل احترامك، متجرحش حد بكلمة. وخلينا نخفف على بعض ونبقى مصدر رحمة لبعض. بحكي الكلام ده دلوقتي لان الموضوع ده من تجربة شخصية متعب جدا، فحابة بس اقول لاي حد بيتفرج عليا وبيتدخل في شؤون الناس التانية ملكمش دعوة بحد، واتمنى ان محدش يكون زعل من كلامي. باي باي.